أنشتيم كاتي عندما لا نفهم أو إن لم نفهم. أريتين اشتيم كاتي مع أنتم. اشتيم كاتي معهم. أريتين اشتيم كاتي عندما لا تفهمون أو إن لم تفهموا. اشتيم كاتي هما. أريشتيم مينا كاتي عندما لا يفهم مينا إن لم يفهم مينا. خدنا قبل كده كلمة إشوب لما بتيجي قبل الصيغة ديت، الصيغة الزمنية أو الصيغة الشرطية، لما بتيجي إشوب قبلها بيبقى المعنى بمعنى إن، أو بالإنجليزي إف، إن أو إذا. وإشوب ديت ممكن تيجي قبل صيغة تانية خدناها قبل كده اللي هي انطا، اللي هي الصيغة المصدرية الأولى. فبنقول ملحوظة، عندما نستخدم إشوب للصيغة الشرطية يمكن أن نستخدم بعدها أيشان أو أن نستخدم بعدها انطا اللي هي الصيغة المصدرية الأولى أو التعليلية. هكذا هنقول إشوب انطا كاتي إن أنا فهمت. يبقى نقدر نقول إشوب آي شان أو إشوب انطا كاتي، والاتنين بنفس المعنى، معناها إن أنا فهمت. في النفي بقى ممكن نشيل شان زي ما قلنا دلوقتي، تبقى إشوب آي اشتيم كاتي. طيب ونفي انطا، نفي انطا بنزود عليها اشتيم برضو بس بنسيب انطا موجودة، تبقى إشوب انطا اشتيم كاتي. تبقى إذا لم أفهم، وديت برضو إذا لم أفهم. طيب الصيغة الزمنية في الماضي، الصيغة الزمنية في الماضي خدناها قبل كده، عايزين بقى ناخد النفي بتاعها. النفي بتاعها ما بيكونش بواسطة اشتيم، لا، بيكون بان احنا بنحط ايتي اللي معناها عندما، ونحط النفي بتاع الماضي التم الاول. فهتبقى كده ايتي امبيكاتي، ايتي امبيكاتي، ايتي امبيكاتي، ايتي امبيفكاتي. ايتي امبيفكاتي تبقى عندما لم يفهم هو. ايتي امبيسكاتي، ايتي امبينكاتي، ايتي امبيتينكاتي، ايتي امبوكاتي. ايتي امبوكاتي عندما لم يفهموا هم. وقبل الاسم بنقول ايتي امبي ونحط الاسم. ايتي امبي مينا كاتي تبقى عندما لم يفهم مينا. وبنفس الطريقة يكون نفي ضمير الصلة مع الماضي التم الأول. إن احنا قلنا إن إتيه بتيجي بمعنى عندما وبتيجي بمعنى الذي. الذي يعني ضمير الصلة. يبقى الجمل اللي موجودة فيها إتيه بمعنى الذي هننفيها بنفس الطريقة.
ازاي؟ زي ما هو مكتوب هنا، نفي ضمير الصلة مع الزمن الماضي التام الأول ينفى بواسطة وضع إتي عندما قبل نفي زمن الماضي التام الأول. فاحنا عندنا امبيوش أنا لم أقرأ، امبيوش امف أنا لم أقرأه، وهنحط قبلها إيتي تبقى إيتي امبيوش امف تبقى الذي لم أقرأه. وبرضه ممكن تترجم عندما لم أقرأه، ده كله حسب سياق الكلام. هنكمل التصريف. إيتي امبي اوش امف الذي لم أقرأه، إيتي امبيك اوش امف الذي أنت لم تقرأه، إيتي امبي اوش امف، إيتي امبيف اوش امف. إيتي امبيس اوش امف اللي هي لم تقرأه، الذي لم تقرأه هي. ونكمل للجمع. إتي امبين اوش اموف، إتي امبتين اوش اموف، إتي امبو اوش اموف الذي لم يقرأوه، وإتي امبي مينا اوش اموف اللي مينا ما قراهوش. هنجيب مثال. هذا هو الكتاب الذي لم أقرأه، فاي بيبي جوم، يعني هذا هو الكتاب. إتي الذي امبي اوش امف أنا لم أقرأه. نفي الماضي التام الثاني. احنا كنا خدنا قبل كده ان احنا لو قلنا ايتايكاتي من غير اول حرفين ومن غير اخر حرفين كده، ايتايكاتي ممكن يكون معناها عندما انا فهمت، او الذي انا فهمته بقى حسب الكمالة، او من غير عندما ومن غير الذي. ممكن نقول ان ايتايكاتي يكون معناها انا فهمت، وده كله بنفرقه من سياق الكلام. طب عايزين نحط النفي بتاعها ديت لما تكون معناها انا فهمت. هنا بتتنفي بواسطة ان، وممكن نحط قبلها ان لتأكيد النفي. عشان كده انا حاطط ان بين قوسين. يبقى ايتايكاتي هننفيها بالطريقة ديت، ان ايتايكاتي ان انا لم افهم. وممكن نشيل ان وتبقى ايتايكاتي ان برضو معناها انا لم افهم. نمشي مع الثمان ضماير. ان ايتايكاتي ان انت، ان ايتاريكاتي ان انت، ان ايتافكاتي ان هو، ان ايتاسكاتي ان هي. إن إتانكاتي أن تبقى نحن لم نفهم. إن إتاريكاتي أن لم تفهموا، إن إطافكاتي أن هم لم يفهموا. ممكن نشيل إن ونكتفي بإطافكاتي أن. إن إطا مينا كاتي أن تبقى مينا لم يفهم، وممكن نشيل برضو الان تبقى إطا مينا كاتي ان. أي أن هذا الزمن ينفى بطريقة مختلفة عن طريقة نفي التعبيرين اللذين يشبهانه في الإثبات. التعبيرين اللي احنا قلناهم، قلنا إطاي كاتي عندما أنا فهمت، أو إطاي كاتي إيروف تبقى الذي أنا فهمته، أو إطاي كاتي أنا فهمت. الاثنين دول النفي بتاعهم بيبقى بكده،
إيتي وبعدين ننفي أي كاتي، تبقى إيتي إم بي كاتي. إنما التالت ده بيتنفي بآن، هتبقى إيتاي كاتي آن. أي أن هذا الزمن ينفى بطريقة مختلفة عن طريقة نفي التعبيرين اللذين يشبهانه في الإثبات. أما النفي فيختلف، يعني هما شبه بعض في الإثبات، أما النفي فيختلف، إذ ينفيان بوضع إيتي قبل نفي الماضي التام الأول الذي يكون بواسطة إمب، يعني نفي الماضي التام الأول بواسطة إمب، وعشان كده بنصرف إمب، نقول إم بي إمبيك ونحط قبلها إيتي. احنا خدنا قبل كده الشرط الممتنع وجواب الشرط الممتنع. فنفي الشرط الممتنع برضو بواسطة امبي. فاحنا كنا بنقول اني اي اوش، اني اي اوش لو انا ذاكرت، اسف، اني اي اوش لو انا ذاكرت. النفي هتبقى اني ام بي اوش، يعني حطينا النفي بتاع الماضي. طيب لو انا ذاكرت اني اي اوش ناي نا ارشاف، كنت هنجح، ده جواب الشرط، جواب الشرط الممتنع. عايزين ننفيها، هتبقى نزود لها ان، تبقى اني ام بي اوش ناي نا ارشاف ان، ما كنتش هنجح، لو انا ما ذاكرتش ما كنتش هنجح. اني ام بي اوش لو انا ما ذاكرتش ناي نا ارشاف ان كنت مش هنجح. اني ام بي اوش، يبقى الجزء الاولاني نفيناه بام بي والجزء الثاني نفيناه بان. لو ما ذاكرتش كنت مش هنجح. يلاحظ ان نفي الشرط الممتنع كان بواسطه وضع اني قبل نفي زمن الماضي التام الاول اللي هو بواسطه ام بي. ويلاحظ ان نفي جواب الشرط الممتنع كان بواسطه وضع ان بعد شكله في الاثبات وهو ناي نا يليها الفعل. ناي نا ارشاف حطينا بعدها ان. يبقى طريقتين مختلفين للنفي في الجزئين بتوع الجملة. إضافة ني قبل بعض الأزمنة. إضافة إيه أو ني قبل بعض الأزمنة. في بعض الأزمنة اللي خدناها أو اللي لسه ما خدناهاش بنحط قبلها إيه وبتدي معنى معين. توضع إيه قبل بعض الأزمنة بحيث تضيف معنى بينما أو إذ أن أو بعد أن أو الذي إلى هذا الزمن. بتضيف المعاني ديت إلى الزمن اللي جت قبله. مثلا بيجوم، بيجوم يعني الكتاب كلنا عارفينها، وإيه هنا معناها الذي. تيوش إموف معناها أنا أقرأه، يبقى بيجوم إيه تيوش إموف الكتاب الذي أقرأه. بيجوم الكتاب وإيه الذي وتيوش أنا أقرأ، تيوش إموف أنا أقرأه. شي ام بيجوم خد الكتاب. إيه أي أوش إموف إذ أنني قرأته، يبقى هنا إيه جت بمعنى إذ أنني. وممكن تيجي قبل أزمنة جايز انتوا لسه ما خدتوهاش. في زمن اسمه الماضي المستمر
معناه كنت أقرأ. الزمن ده بيبقى بواسطة ناي مع المتكلم، معناها أنا كنت. ففراي بيبي جوم هذا هو الكتاب، إيه يعني الذي، ناي أوش إموف أنا كنت أقرأه، يبقى هذا هو الكتاب الذي كنت أقرأه. وفي زمن تاني اسمه الزمن الدل على العادة، اللي هو بيجي بواسطة شاي. شاي أوش معناها أنا متعود أقرأ. يعني مثلا أنا أقول شاي أوش، أنا متعود أقرأ. دي معناها مش اللحظة الحاضرة. لو أنا عايز أقول أنا دلوقتي بقرأ بقول تي أوش، دي تعبر عن اللحظة الإيه الحاضرة. إنما لو قلت شاي أوش بتكلم عن عادة أو تكرار. يعني مثلا أقول أنا متعود أقرأ قبل ما أنام، هتبقى شاي أوش قبل ما أنام. أنا متعود أقرأ وأنا في الأجازة، ما بتعبرش عن اللحظة الحاضرة. فالزمن ده زمن العادة أو التكرار ممكن نحط قبله إيه برضه، فهتبقى فاي بي بي جوم هذا هو الكتاب، إيه شاي أوش إموف اللي أنا متعود أقرأه، هذا هو الكتاب الذي أنا متعود أن أقرأه. تاني حاجة ني بقى، توضع ني قبل بعض الأزمنة بحيث تضيف معنى كان إلى هذا الزمن. فاحنا بنقول إيطاف تشي، هنا ناقصة فاي. لما هو أخذ إيطاف تشي إمبيجوم، لما هو أخذ الكتاب، ني آي أوش إموف، هو خد مني الكتاب. فأنا بعرف بقول لما هو خد مني الكتاب أنا كنت قريته، فحطينا هنا ني قبل آي أوش، تبقى معناه كنت قد قرأته. إيطاف تشي إمبيجوم ني آي أوش إموف، كنت قد قرأته. وبرضه قبل الزمن الدل على العادة، ني شاي أوش إمبايجوم، أنا كنت متعود أقرأ هذا الكتاب خين راكوتي في اسكندرية، كنت لما بروح أصيف باخد الكتاب معايا. يبقى هنا حطيناها قبل الزمن الدل على العادة، كنت متعودا أن أقرأ هذا الكتاب في الإسكندرية. راكوتي يعني الإسكندرية، نسبة إلى قرية كان اسمها راكودا، كانت موجودة في المكان اللي الإسكندر الأكبر بنى فيه مدينة الإسكندرية. ودلوقتي نقدر نتكلم على الزمن الدال على العادة أو التكرار، اللي هو أوله شاي. شاي همسي، أنا متعود أن أجلس. فأنا دلوقتي أنا قاعد وبكلمكم، عايز أعرفكم إن أنا بتكلم عن اللحظة الحاضرة، هقول تي همسي أنا قاعد. إنما عايز أقول أنا بقعد على الكرسي ده كل ما أجي أزوركم مثلا، في الحالة دي ما بعبرش عن اللحظة الحاضرة، هقول شاي همسي على الكرسي ده. طبعا ليها قبط بتاعها مش هنقوله دلوقتي، يبقى معناها أنا متعود أقعد عليه، مش لازم دلوقتي، ممكن كل ما باجي. يبقى شاي همسي أنا متعود أن أجلس، أنا بقعد. شاك همسي أنت بتقعد. شاريه همسي أنت بتقعدي. شاف همسي هو بيقعد، بمعنى هو متعود أن يجلس. هي هتبقى شاس همسي، هي بتقعد، هي متعودة تقعد. شان همسي احنا بنقعد. شارتين همسي انتوا متعودين تقعدوا. شاف همسي هم متعودين يقعدوا، هم بيقعدوا. شاري مينا همسي
مينا متعود يقعد. طبعا بتحتاج تكملة. أنا متعود أقعد في المكان ده على الكرسي ده، كل ما أجي أقرأ الجورنال أي تكملة ممكن الواحد يكملها عليها. هذا الزمن يدل على العادة أو التكرار، بينما زمن الحاضر الأول يدل على ما يحدث في اللحظة التي يتكلم فيها الشخص. مثلا هنا أقول تي همسي، أنا أجلس، معناها أني أجلس في اللحظة الحاضرة. أما حين أقول شاي همسي التي تترجم أيضا أنا أجلس، معناها أني متعود أن أجلس، ولكن ليس بالضرورة أني جالس في اللحظة الحاضرة. مثلا أنا أجلس على هذا الكرسي كل يوم سبت. ممكن أكون بتكلم يوم الاثنين يوم الثلاث وأقول جملة زي دي، ما أقولش تي بقى، أقول شاي همسي. ليس بالضرورة أن يكون المتحدث جالسا، وليس بالضرورة أن يكون اليوم هو يوم السبت لو قال شاي همسي. الزمن الدل على العادة ليه طريقة خاصة للنفي بواسطة امب، زي ما احنا خدنا قبل كده نفي الماضي بواسطة امب، ماضي التام الأول. فهنا الزمن الدل على العادة برضو بننفيه بواسطة امب، بس الماضي بنقول امبي، عندما في الزمن الدل على العادة بنقول امباي همسي لست متعودا أن أجلس، ما بقعدش. هتبقى امباي همسي، امباك همسي انت، امباري همسي انت، امباف همسي هو، امباس همسي هي، امبان همسي احنا. نشوفها على الورقة. امباي همسي، امباك همسي، امباري همسي، امباف همسي، امباس همسي، امبان همسي لسنا متعودين أن نجلس، ما بنقعدش. انتم هتبقى امباريتين همسي، هما امباف همسي، مينا تبقى امباري مينا همسي، ليس مينا متعودا ان يجلس. زمن الحاضر الثالث. زمن الحاضر الثالث ده شكل جديد للحاضر هنعرفه دلوقتي، يعبر عن الاستمرارية او الحال او وصف موصوف نكرة. ازاي هنقول؟ مثلا اف مشي ليها معناها أحد ثلاثة احتمالات، ليها معنى من ثلاثة. إف يعني هو طبعا، ومشي يعني يمشي، يبقى إف مشي معناها هو يمشي في هذا الزمن اللي هو بنبتديه بحرف الأي. إف مشي هو يمشي. الفرق بينه وبين الحاضر الأول بالجنكن بنقول إف مشي هو يمشي، بيعبر برضه عن اللحظة الحاضرة في اف مشي. اف مشي في استمرارية أكتر، عمل مستمر، هو بيمشي ومستمر في المشي، ده بنسميه المضارع المستمر. الزمن نفسه بنسميه الحاضر الثالث زي ما قلنا قبل كده، الحاضر الثالث، لكن في الاحتمال الأول بيعبر عن المضارع المستمر اللي هو ده. تاني معنى ليه في تعبير زي رأيته ماشيا، أنا شفته وهو ماشي. ماشيا في العربي بيعربوها حال، تبقى I nav ايروف معناها أنا شفته، إف مشي يعني ماشيا، وبتتعرب حال. يبقى ده الزمن اللي بنكون به الحال في اللغة القبطية، اللي هو زمن الحاضر الثالث. رأيته ماشيا I nav ايروف إف مشي. أنا بتكلم وأنا قاعد هقول تي صاجي اي همسي، برضه بستخدم الزمن ده. هي بتتكلم وهي قاعدة، اس صاجي ايس همسي، تبقى وهي قاعدة عبرنا بيها عن الحال. يبقى نمرة 2 ماشيا، رأيت في تعبير مثل رأيته ماشيا I nav ايروف أنا شفته إف مشي ماشيا، تعرب حال. ثالث حاجة بتيجي بمعنى ماشي أو ماشن في تعبير زي رجل ماشن، راجل ماشي.
في الحالة دي بتكون بتوصف موصوف نكرة. هنا يمكن أنا ما كتبتش القبطي، هكتبه دلوقتي. ورومي يعني راجل إيف مشي، تبقى رجل ماشي. هنا الموصوف نكرة ورومي، يبقى بناخد لها الحاضر الثالث وبعدين الفعل اللي احنا عايزينه. رجل ماشي تصف موصوف نكرة. بينما إن كان الموصوف معرفا بنقول بي رومي، هنا معرفة، ما نقولش إيف مشي، بقى نقول إيث مشي. إيث ديت أصلها إيت اللي هي ضمير الصلة. طب حولناها لثيتا إزاي؟ قبل الحروف بتاعت في المنور اللي خدناها قبل كده، اللي بتخلي الطاف تتحول إلى ثيتا. يبقى لو الموصوف معرفة في أداة تعريف هنحط ضمير الصلة هنا بيرومي اسموشي، الراجل اللي ماشي. لو الموصوف نكرة في أداة تنكير بنستخدم الحاضر الثالث، هنقول أورومي إفموشي، معناها رجل ماشي. النفي بتاع الزمن ده بواسطة آن، يبقى إفموشي آن هو لا يمشي. هندخل على زمن اسمه زمن الماضي المستمر اللي كنا ألمحنا ليه من شوية، أو الماضي الناقص. ناي موشي بي، أنا كنت أمشي. بيتوجد بواسطة وضع النون في الأول قبل آي، تبقى ناي موشي أنا كنت أمشي، وساعات نزود له بي في الآخر، أو بالأصح عادة بنزود له بي في الآخر، تبقى ناي موشي بي أنا كنت ماشي، اللي هو بيسموه في الإنجليزي past continuous. past continuous. tense. ناي موشي بي، انت ناك موشي بي، ناري موشي بي، كنت تمشينا. وبعدين ناف موشي بي كان يمشي هو، ناس موشي بي هي، نان موشي بي احنا، نارتين موشي بي انتم كنتم تمشون، ناف موشي بي هم كانوا يمشون، ناري مينا موشي بي كان مينا يمشي. ينفى هذا الزمن بواسطة وضع آن، وضع آن بعد الفعل، يعني ناي موشي آن بي، بدل ناي موشي بي أنا كنت أمشي، بقت ناي موشي آن بي، يبقى أنا ما كنتش ماشي وقتها أو ما كنتش بمشي. شكرا.